الملك فهد. نتيجة أعادت النادي الكتالوني إلى منصة التتويج بعد طول غياب، ودقت ناقوس الخطر في نادي العاصمة الإسبانية بالنظر إلى أدائه المخيب في المباراة. أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم منذ الدقيقة الأولى اجتهدوا بكل ما لديهم وأسكتوا بعض الانتقادات التي كانت ظالمة في نظري، واليوم حققنا نجاحا سيمنحنا الكثير من الثقة للعمل في ظروف أهدأ، وهو لقب ضد ريال مدريد. نحن فخورون بالطريقة التي أحرزنا بها هذا اللقب، ولدى الأنصار أيضا فخر آخر هو شيء إيجابي، كوننا فريق طموح تحصل على لقبه الأول وهو أمر جيد. نهائي كأس السوبر أعطى بالأمس صورة آنية لم نشاهدها منذ سنوات. تشافي يتوج بأول ألقابه أمام غريمه ريال مدريد كمدرب بعدما تقدم عليه قبل أسبوع ب3 نقاط في ترتيب الليغا، مما يحمل أنصار الميرانجي على التساؤل كيف يمكن لفريقهم أن يقوم من هذه العثرات. علينا أن نرفع رأسنا سريعا والتفكير فيما علينا القيام به، وأن نعود تنافسيين أقوياء بتحسين كل الجوانب، أكرر كلها، بداية بالجانب الدفاعي والذي نعاني منه كثيرا في الفترة الأخيرة. البارسا لعب بالأمس كفريق متكامل، استحوذ دون مبالغة لكنه كان أكثر خطورة وأقل تعرضا للخطر. باختصار نتيجة جيدة بأداء جميل. أنا راض وسعيد جدا بما قدمناه، وأنتم تعلمون أن الكيفية تهمني، فعندما نفوز كما فعلنا اليوم لا أكون راضيا تمام الرضا، ولو أن الأهم هو الفوز. لكن في البارسا إذا لم يكن هناك أداء لن نستعيد ثقتكم ولا ثقة النادي. وعلى النقيض فجأة ريال مدريد ليس بخسارته لكن بسوء أداء لم نشاهده منه منذ فترة بعيدة. هو الذي تعود على تلقي الأهداف ولكن مع الرد بأكثر منها. لم تكن مسألة نقص في السلوك بقدر ما كانت أخطاء فردية. كانت مباراة سيئة خصوصا في الوقت الذي كنا نحاول فيه الاسترجاع. الفريق كان أقل شراسة، أقل نجاحا. أضعنا 25 كرة في المرحلة الأولى. كانت مباراة ناقصة من جميع الأوجه. برشلونة يتقدم على ريال مدريد في ترتيب الليغا ويستحوذ عن جدارة واستحقاق على أول ألقاب السنة. يريدها تشافي بداية غلة وفيرة وضربة موجعة، يريدها الميرانجي صفعة يستفيق بها أكثر منها لكمة تسقطه أرضا.